انا عايزك تسمع الفيديو ده وتعرف فكرة الترندات اللي بتحصل في السوشيال ميديا او البلاتفورم السوشيال ميديا كلها، سواء كان انستجرام، فيسبوك، ايا كان، وبالاخص فيسبوك. في الفيديو اللي انا هعرضه لك دلوقتي ده، وركز فيه جدا جدا، للدكتور ياسر ممدوح والدكتور امير منير والدكتور محمد الغليظ، بيتكلموا في بودكاست ايه المشكلة في فكرة الترندات، وازاي فيسبوك بيستخدم الترندات بشكل غير طبيعي. والشخص اللي كان دكتور ياسر ممدوح بيتكلم عليه ده كان شخص ملحد وجوه مطبخ الفيسبوك، من كتر ما هو شاف ازاي الترندات بتشتغل وازاي بيقدر ان الترندات دي بتحرك الناس بايديهم. اسلم من الالحاد وهو ما كانش يعرف حاجه عن الاسلام، اسلم بسبب فكره الترندات واللي بيعمله فيسبوك. فاسمع الفيديو ده وتمعن فيه جدا، واسمعه للاخر وشير الفيديو ده عشان مهم جدا للجيل اللي لسه طالع، اللي بيستخدم السوشيال ميديا وادمان بلاتفورم السوشيال ميديا. فاسمع واشوفك في فيديو قادم. السلام. الترند ده يا جماعه، انا عايز احكي قصه دلوقتي. انا في المكان اللي انا فيه هنا في ناس صحابنا اصحابهم شغالين في الفيسبوك، يعني احنا الناس اللي شغاله في الفيسبوك عارفينهم تمام. انا ما اعرفش حد شخصيا يعني شغال في الفيسبوك، بس انا واحد بيحكي لي يعني بيقول لي ان ليه صديق ملحد، يعني لا يفقه، يعني هو ملوش في اي حاجه، هو في الهس خالص وشغال في الفيسبوك في المطبخ في الحته اللي هو بيقول مثلا ايه اللي هيحصل وايه سياسات الفيسبوك من جوه وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه وكده. من كتر هو بيقول كده حرفا، من كتر القذاره اللي شافها في التحكم في الترندات ساب الشغل في الفيسبوك واسلم. من كتر القذاره اللي شافها في ازاي تخبي ده وازاي تطلع ده. بصوا يا جماعه الترند ايه اللي بيحصل بالظبط عشان الناس تبقى فاهمه. عشان هو ممكن يبقى في حاجه احنا متخيلين ان اغلب الشعب المصري، معقول كلنا تافهين، معقول كلنا سفاسف، معقول الشعب المصري 100 مليون، لو منهم 95 مليون جادين متذكرين القضية ومهتمين وقلبهم محروق وقاعدين على السجادة، ومنهم 5 مليون توافه السفاسف حسالة المجتمع. انا هطلع الفيديو ده قدام ال100 مليون اللي انا عايزه يبقى ترند ده، فهيتجاهلوا 95 مليون، وال5 مليون دول هم اللي يعملوا عليه مليون لايك و10 مليون مشاهده يقعدوا يشوفوه كذا مره ويكومنتوا عليه، فيظهر للمجتمع كله ان هو وكأن ان هو ده، ان هي الدنيا كده، وان هو ده الترند. عافيه كلنا دلوقتي. دكتور امير ايه اللي حصل في صفحتك على الفيسبوك؟ ودكتور محمد ايه اللي حصل في صفحتك على الفيسبوك؟ وايه اللي حصل في صفحتك؟ والله انا بنزلها لو انا قاعد في صحراء، بنزل لو قاعد في صحراء مش هيبقى كده. الصفحه تلاقيها عليها 5 مليون، هنا 8 مليون، هنا 3 مليون، هنا 4 مليون، شيوخ كتير، كل الشيوخ عارفين. تنزل الحاجه يقول لك ايه، 1000 مشاهده، 1000 لايك، 5000 لايك، تمام. انا كنت بنزل انا كنت بنزل الفيديو في وقت من الاوقات، في اول 10 دقائق كان بيبقى عامل، مش فاكر ارقام يعني، بس انا كنت ببقى قاعد متفاجئ الاقي في اول 10 دقائق عامل 10000 لايك و30000 وحاجات كده، تمام. هو ده غير ده، فخليك انت تقعد تحس ايه ده، هو انا مثلا ايه ادائي مثلا اختلف، انا مثلا في حاجه لا والله ولا في اي حاجه حصلت. بالمناسبه انا اعداد المتابعين عندي دلوقتي بتقل، يعني انا بخش على الصفحه مثلا يقول لك انت مثلا ايه 5 مليون و100,000 و24 مش تمام 424 حاجه كده، تخش بعد اسبوع مثلا تلاقي 5 مليون 50,000 مش عارف كده. انا كذا واحد يبعت لي رساله يقول لي الفيسبوك بيبعت لي بيقول لي انت المحتوى ده نخفيه نستبعد المحتوى، بيقترح عليا ان انا يشيلني من الصفحه دي، زائد بشهاده الشهود كل الناس عارفه الصفحات اللي بينزل لها متابعين انت ما بتبقاش عارف مين دول ده. تلاقي صفحه 30 مليون متابع، مين هو ارقام،
وزائد بشهاده الشهود الصفحات اللي بتلاقي نفسك متابعها وانت عمرك ما دخلتها ولا تابعتها. فعارفين الصفحات دي مره واحده يقول لك مره ايه ده، بص ده اعمل سيرش على صفحه كذا هتلاقي نفسك متابعها. تمام. انا كنت عامل صفحات متابعه لصفحات. نعم. بعمل انفولو، يعني انا لقيت، وعلى فكره بالصفحه الرسميه كمان والله، والاداره بتاعت اهو احنا عاملين لايك لفولو للصفحه دي اهو، انفولو. أيوة. انفولو اهي خلاص، ريفريش فولو يا عم، انفولو اهو، عمل انفولو. دوس عملت الانفولو خلاص، انا مش عايزك. تمام. ريفريش، عمل ريفريش فولو. انا فاهم مصلحتك احسن منك. في ايه؟ انا فاهم مصلحتك اكتر منك. عارفين بس والله العظيم كم واحد لو فتحت انا الريلز وبدات اقلب كم فيديو هيطلع فعلا حسب اهتماماتي، وكم فيديو هيطلع ملوش علاقه باهتماماتي بس عشان هو ترند. اللي هو مين اللي عمله ترند؟ انا صاحب المنصه. انا اخترت لك ده دلوقتي. انا حبيت لك ده دلوقتي. تمام. طبعا مع وجود فئه وعدد لا هم في يعني هم حابين ده. يعني هو زي ما انا بدات كده الحلقه، اللي هو ايه المشكله ان انا اقضي حياتي في التفاهه والسفاسف والترفيه وكذا وكذا، لو انا مهتم بقى الحاجات واللي هم الفئه اللي هي بتكون اصلا خبراتها في الحياه من هنا. يعني هو يشوف مين ومين اتطلقوا، فبناء عليها انا هاخد قراراتي في الحياه. يعني انا مش هاخد قراراتي في الحياه مثلا من الكتاب والسنه، انا مش هاخد قراراتي في الحياه من جهه علميه او جهه دراسيه، لا، او الناس الناجحه في الحياه او كده، لا. انا هاخد قراراتي في الحياه من القصص دي، من الترندات دي. فالفئه دي موجوده اهو. بقى صاحب المنصه طبعا دول جايين له يعني على الطبطاب. حلوين مهما كانوا قليلين، انا هحسسك ان هم الاغلبيه. انا بس عايز اقول ايه، رساله للي هم الحلوين اللي متابعين الترندات وحاسين ان مفيش مشكله وكده. تخيل ان بسببك ده اللي بقى ظاهر، انت كترت سواد الفاسدين مهما كان عدد الصالحين ومحاولاتهم عامله ازاي. الله يرضى عنك يا ياسر. تعرف كنت لسه هقول لك ايه اللي انت قلته كله صح. وبني جلدتنا اللي مننا بقى هم جيش هذه الخطه. بالظبط اللي بيزقوا الترندات الفاسده. انت كترت سواد الفاسدين مهما كان الصالحين بيحاولوا وشغالين. دي نقطه رقم 1، خليك عارفها حتى لو انتوا قليلين، بس خليكوا عارفينها. تاني رساله للي مش متابعين ومش مهتمين ودمهم محروق ومش شايفين وشايفين ان هو ازاي الناس مش مركزه وازاي الاحداث ما اتنستش والقلوب كلها محروق والصالحين والكويسين كتير جدا. بس اوعى تتخيل ان عدوك المباشر هيقولك انتوا كتير وجامدين جدا وحلوين لا، هو هيحاول بكل الطرق يصور لك ان انت ولا حاجه ونسيت وكلكم كده. بص